تخيل اننا رحنا قرية صغيرة خالص وابتدينا نقيس أعمار الناس اللي موجودين في القرية دي، اللي عمره 81، اللي عمره 64، اللي عمره 3، اللي عمره 10 وما شابه. وبعدين قلنا يا ترى لو هنختار رقم واحد يكون ممثل عن كل الأعمار اللي في القرية دي، الرقم ده هيكون ايه؟ لو تخيلنا الرقم ده اللي احنا بندور عليه اسمه ام، فاحنا محتاجين مقياس يقول لنا يا ترى ام ده قريب من الحقيقة قد ايه وبعيد عن الحقيقة قد ايه. المقياس ده هو اللي الرياضيات سمته الايرور. الايرور هو عبارة ببساطة شديدة جدا عن الفرق بين التخمين اللي احنا خمناه والحقيقة اللي موجود في الواقع. معادلة الايرور هي هتساوي ام ناقص الاكشوال ايج بتاع الشخص اللي في القرية دي. وببساطة شديدة جدا smaller distances او smaller errors معناها better guesses. كل ما الرقم ده كان قليل كل ما ده معناه ان احنا خمنا العمر الحقيقي للناس او للفرد ده صح. لو جينا نخمن for different m's يا ترى الايرور لكل فرد من الناس دي هيبقى عامل ازاي، هنلاقي ان احنا عندنا الشكل الاتي. مشكلة الشكل ده زي ما انتم شايفين ان قيمة الايرور احيانا بتكون بالموجب واحيانا تانية بتكون بالسالب، وده هيخلينا لما نيجي نجمع التوتال ايرور تحصل مشكلة، لان السوالب هتشيل الحاجات اللي فيها موجب والرقم اللي في الاخر مش هيبقى دقيق. عشان كده احنا كنا محتاجين نعبر عن الايرور ده بشكل مختلف، بمعادلة مختلفة، بتكنيك مختلف. الشكل المختلف ده هو اننا بدل ما نستعمل الايرور في شكله البدائي اللي هو m ناقص الاكشوال بوينت او الاكشوال ايج، تعالى نستعمل حاجه اسمها السكويرد ايرور. تبقى الايكويشن بتاعتنا m ناقص ايج الكل سكويرد، ودي الايكويشن اللي احنا هنكمل بيها. طيب هل في مشكله نكمل بالايكويشن دي؟ الحقيقه لا، لاننا في البدايه اخترعناها عشان نقول هل الجس بتاعنا قريب من الصح ولا مش قريب من الصح. يعني زي ما كنا بنقول على معادلة الايرور القديمة smaller differences معناها better guess، هنا برضو smaller squared errors معناها still better guess. فما زال بيأدي نفس الوظيفة، ولكن هو له mathematical convenience أعلى. حاجة كمان، بدل ما نروح نشوف يا ترى التخمين بتاعنا ده عامل ازاي او قريب قد ايه من كل نقطة ونحسب الايرور لكل نقطة، احنا محتاجين نحسب الايرور بشكل مجمع لكل النقط. فبدل ما نحسب السكويرد ايرور او الايرور اللي احنا تخلينا عنه، محتاجين نحسب حاجة اسمها توتال سكويرد ايرور، وهي هتبقى عبارة عن m ناقص ايدج واحد الكل سكويرد. ايدج واحد ده معناها عمر الشخص الاول، زائد m ناقص ايدج 2 الكل سكويرد ده معناها عمر الشخص الثاني، وهكذا لغاية n ده عدد الأشخاص في القرية الصغيرة اللي احنا بنشتغل فيها. وعشان الرياضيات علم جميل جدا وعلم لذيذ جدا، تعال نختصر المعادلة الطويلة دي في معادلة أقل طولا والكونفينينس بتاعتها ماثيماتيكلي تبقى أحسن. المعادلة دي في الرياضيات اسمها total squared error أو SSE sum of squared error، وهي بتقول summation of all values from i equal 1 to i equal n اللي هو عدد الناس في القرية to x subscript i minus m اللي هو الجس بتاعنا total squared. يعني معناها هي بتجيب الفرق ده، الكمية المربعة دي اللي هي x ناقص m الكل سكويرد، بتجيبها مكررة لكل واحد عندنا في المجموعة بداية من 1 لحد ما نوصل للشخص رقم n اللي هو آخر شخص في القرية. فبالتالي يبقى عندنا السم اوف سكويرد ايرور، معادلة صغيرة وجميلة وشكلها جميل جدا. دلوقتي المعادلة دي معادلة بسيطة جدا ومباشرة جدا من وجهة نظر الرياضيات، فينفع نرسمها لأن هي معادلة في الام اللي احنا بنحاول نخمنها. لو رسمناها هنلاقي ان هي طالعة بالشكل الجميل ده. ولو كمان دققنا بعينينا وشفنا لما قيمة m بتتحرك ال SSE او ال sum of squared error بيقل ازاي، ممكن بعينينا نعرف نمسك m اللي عندها اقل SSE. بس احنا عايزين طريقة ادق. علم الرياضيات بيقول لك لو حضرتك عملت differentiation تفاضل وسويت التفاضل ده بالصفر، تقدر تعمل minimization للمعادلة دي، وده بالظبط اللي احنا هنعمله.
هنمسك المعادلة ونبتدي نعملها differentiation with respect to m، وبعدين نساوي ال differentiation ده بالزيرو، وبعدين نقسم على -2 ونتعامل شوية بالسيجما مع الكونستانت. تكون عارف ان السيجما اوف كونستانت معناها الرقم النهائي في السيكونس ده اللي هو ال n مضروب في الكونستانت ده. في النهاية هيطلع لك عندك معادلة جميلة جدا وصغيرة جدا. المعادلة دي ما تفكركش بحاجة، دي معادلة المين، معادلة الافريج اللي احنا بناخدها في الاحصاء. الافريج هو الكميه الابسوليوت مينيمايزر اوف سم اوف سكويرد ايرور. يبقى لو اخترنا رقم يمثل الناس دي كلها باقل ايرور، مش هتلاقي رقم ابدا افضل من المين، لان هو بيمينيمايز السم اوف سكويرد ايرور بشكل دقيق جدا. والمين زي ما انت شفت هو عبارة عن مجموع اعمار الناس على عددها. ده الطريقة اللي احنا عرفنا المين بيها بتساوي ايه.